في سؤال هنا يا دكتور حازم بيقول ربنا هيسامحني لو عملت اي حاجة وحشة ورجعت لربنا وبعدين رجعت عملت الحاجة الوحشة تاني ورجعت لربنا تاني؟ لو الواحد عمل ذنب معين وبعد كده تاب منه وبعد كده رجع لنفس الذنب وبعد كده تاب منه. كان في واحد صاحبي زمان بيعيط وبيقول لي انا بتوب لربنا من ذنب انا عارف ان انا هرجع له تاني، فانا مش قادر اقول يا رب تبت اليك. فربنا بيقول غافر الذنب وقابل الايه؟ التوب. يعني ايه التوب؟ التوب جمع التوبة. يعني ايه؟ يعني ربنا يقبل الانسان لو وقع 1000 مرة وتاب بعد كل مرة. يعني حتة ان انا وانا كده بستهزئ بالله والعياذ بالله، استغفر الله العظيم واتوب اليه، انا بتوب وقع واتوب وقع، توب كل ما تقع توب 1000 مرة 10000 مرة، ربنا يقبلك في كل مرة. يا جماعة ربنا أرحم الراحمين. اوعوا تحطوا حواجز وهمية بينكم وبين ربنا. اوعى يتهيألك ان الذنب اللي انت بتقعي فيه حاجز بينك وبين انك ترفعي ايدك وتقولي يا رب. اوعى تعتقد ان الذنب اللي انت بتقع فيه معناه ان ربنا ما يقبلش صلاتي او ما يقبلش قراءة قرآن مني او ما يقبلش. لا، لو مش قادر تسيب المعصية اوعى تسيب الطاعة، والطاعة هي اللي هتنتصر في النهاية. يا جماعة ما تحطوش حواجز وهمية بينكم وبين أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.